حبايبي احنا وقت ما بدأنا عضوية اتفقنا اتفاق زي ما الأسطورة بتقول، لو عندي إزازة خل كل مشاكلي هتتحل. مين إزازة الخل دي بقى؟ حمض الأسيتيك اللي هو CH3COOH. من تفاعلات الأحماض يا مستر أنا عرفت إنه يقدر يتفاعل مع فلز أو مع هيدروكسيد فلز أو مع أكسيد فلز أو مع كربونات فلز أو مع بيكربونات فلز. علشان كده يا مستر لما كنا بنجيب حمض الأسيتيك كنا بنقول أي حاجة فيها صوديوم. فيا مستر لو حطيت دلوقتي أي حاجة فيها صوديوم، سواء الصوديوم نفسه، سواء أكسيد الصوديوم، سواء هيدروكسيد الصوديوم، سواء كربونات أو بيكربونات الصوديوم، كلهم يا مستر هيطلعوا لي نفس النتيجة في الآخر اللي هي أسيتات مين؟ الصوديوم. مستر هيطلع لي CH3COONA. وأسيتات الصوديوم ده يا مستر ملح عضوي، هو اللي كنت باخده أعمل له حاجة اسمها تقطير جاف. والتقطير الجاف ده كان بيعمل ايه في المركب؟ بيقلل كربونه. بيقلل ايه؟ كنت بعمله ازاي التقطير الجاف ده يا مستر؟ كنت بحط جير صودي وده خليط من الجير الحي والصودا الكاويه. مستر كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع الميثان CH4، اول فرد من عيله الالكان، ابسط هيدروكربون اليفاتي. ويا مستر ده هو اللي بدأنا نهزر معاه وقررنا يا مستر ان احنا نسخنه عند درجات حرارة مختلفة. جربنا كمان نحرقه. افتكر معايا كده لما كنت بسخن عند 1000 درجة حرارة بمعزل عن الهواء، كان يا مستر بيتفكك خالص ويطلع اسود الكربون او الكربون المجزأ فعلا، ويا مستر بيطلع الهيدروجين. وخلي بالك التفاعل ده كان مهم جدا لان الحاجات اللي طلعت دي تعتبر مواد اوليه في صناعه حاجات كتير. يعني الكربون ده لو تفتكر كنت بعمل منه اطارات، فحم، ورنيش، حبر اسود. الهيدروجين ده بيستخدم في طريقه هابر بوش لتحضير مين؟ النشادر. مستر لما قللت درجه الحراره شويه عند مثلا 725 وقررت ان انا احط بخار الميه، الكربونه بانت على اصلها. فاكر لما غدرت بالهيدروجين واخدت الاهايه؟ مستر طلعت اول اكسيد الكربون وسابت الاتشات كلها مع بعضها. الخليط الغازي ده كنا بنسميه غاز مائي. والغاز المائي ده يا مستر من الباب الاول اصلا بيستخدم في فرن ميدريكس كعامل واقدر بطريقه فيشر تروبش احوله لوقود سائل او بترول مخلق. مستر الميثان ده ممكن يتحرق، واي تفاعل احتراق ده تفاعل مع مين؟ مع الاكسجين. لو تفتكر احتراق الالكان على قد سيهاته بيطلع ثاني اكسيد كربون واكبر منها بواحد ميه. الالكانات ديت كانت نشيطه جدا ولا خامله نسبيا؟ بسبب ايه؟ بسبب الروابط سيجما. مستر علشان كده ما كانتش بتتفاعل بالاضافه، كانت بتتفاعل بالايه؟ بالاستبدال. مستر كنت ممكن احط Cl2 في وجود اليو في، واليو في دي كنت ممكن ابدلها بكام درجه حراره؟ 400. مستر لما باجي اهلجن، الهلجنه دي بتبقى كام جزء؟ جزئين، اللي انا بضيفه 2. يعني هنا يا مستر Cl2 واحده بتمسك اتش وتطلع واحده بتمسك رابطه مكانها. عشان كده عشان اعرف الصيغه هقلل اتشايه وازود Cl، فهيطلع عندي يا مستر CH3Cl. يقبل الهلجنه تاني ولا ما يقبلش؟ طول ما عنده اتشات بيقبل. مستر جرب تاني Cl2 في وجود اليو في، هنقلل اتشايه ونزود Cl
يقبل تاني ولا ما يقبلش؟ مستر Cl2 في وجود مين؟ اليو في. مستر هنقلل اتشايه ونزود سي اللايه فهيبقى CHCl3. حد فاكر اسمه؟ ده كان كلوروفورم، ده كان مخدر بس غير آمن. مستر لآخر مرة أقدر أكررها، أحط يا مستر Cl2 في وجود اليو في، هيطلع عندي مذيب عضوي كنا بنقول عليه الريس L4 CCl4. مستر كان ممكن يجي بخطوة واحدة على طول من الميثان لو أنا كنت جمعت الأربع خطوات وكنت حطيت مرة واحدة 4 Cl2 طبعا في وجود مين؟ اليو في. طب هل الهلجنة دي كانت بتتم بالكلور بس ولا ممكن أي هالوجين؟ مين أحسن واحد أحطه؟ لا، اليود ده كان أحسن واحد أشيله عشان نص قطره كبير، إنما أحسن حد أحطه هو أحسن حد يمسك اللي هو الفلور. مستر لو كنت جيت بدلت كل الاتشات مرة واحدة وحطيت 4 فلور في وجود اليو في، مستر كانت هتبقى CF4. لو تفتكر ده كان غاز من انواع الايه؟ الفريونات. مستر كمان عندي اشهر فريون ممكن يقابلك لو انت جبت المركب ده وبدلت الاتشتين اللي باقيين بفلور، حطيت يا مستر 2 F2 في وجود اليو في، ساعتها يا مستر كان هيطلع CF2 Cl2. وده يا مستر اشهر الفريونات، ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان. لو تفتكر كنا بنقول عليها سهاية منوعات، ربطتين فلور وربطتين كلور. مستر ده كده كان تفاعل الميثان، بس الالكان ما خلصش على كده، كان في تفاعل للالكان بس ما بيتمش على الميثان، بيتم على الناس الطويله الهبله دي، فاكرينه؟ تكسير حراري حفزي. مستر لو جبت حد مثلا يعني زي الهكسان C6H14، مستر الهكسان ده انت لو عملت له تكسير حراري حفزي كنت ممكن يا مستر تكسره لعيلتين، الكان صغير مع الكين، يعني هيطلع البروبان وهيطلع البروبين. عرفت منين ده بروبان وده بروبين؟ من مستر الصيغه، من عدد الاتشات، ده CnH2n زائد 2 ده CnH2n بس، يبقى ده بروبان وده ايه؟ بروبين. مستر وبكده كان الدرس ده خلص، بس بعدها بحصتين انا عرفت تفاعل تاني للميثان مهم جدا 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 وبستخدمه كتير قوي. كنت يا مستر تقدر تزود كربونة لما تيجي تسخن عند 1500 حرارة مع تبريد سريع. مستر دي كانت طريقة تحضير الإيثاين أو كان اسمه الشائع أسيتيلين. في الصناعة ولا في المعمل؟ في الصناعة. مستر وكان ليه طريقة تانية في المعمل من حد اسمه كربيد الكالسيوم. كنا مستر نقدر نحط عليه مية، ننقط يا مستر نقطة نقطة كده، وكنا نحط على السهم 2 مول H2O. بس دي كانت بتبقى فين؟ في المعمل. مستر ده تنك جدا 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 يا مستر، والله العظيم. ده عشان يتحرق كان بيتحرق بكام مول؟ لا ده الاكسجين هو نفسه بيتفاعل كام مول؟ 2. مستر 2 مول منه يقدروا يتحرقوا ويطلعوا على حسب عدد مولات الاكسجين. لو انا حاطط 3 ده كلي ولا جزئي؟ انما عشان يبقى كلي بحط 5. مستر مع حبة اكسجين بيطلع ميتين وغازين ومعاهم كربونتين، ادي ميتين ادي غازين ادي معاهم كربونتين. مستر انما مع اكسجين كتير بيطلع غاز كتير
مع نفس الميتين. ولو تفتكر كان في حرارة سخنة كتير 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 3000 درجة. حد فاكر اسمه لهب ايه؟ صح، لهب الاوكسي اسيتيلين. الاسيتيلين ده كان بيتميز بايه؟ عنده رابطة ثلاثية، يعني عنده كام باي؟ فاقدر اتفاعل تفاعل بالاضافة كام مرة؟ مرتين. مستر ممكن اعمل هلجنة؟ والله ممكن، اني احط BR2 في وجود مذيب زي الريس L4. مستر انا فاكر الدرس ده كنا بنقعد نغني ونقول ادي سهاية ماسكة سهاية، كل سهاية فيها اتشاية، كسرنا رابطة باي ولسه رابطة باي، طلعنا سجمتين. مستر هنا BR وهنا BR، يقبل تاني ولا ما يقبلش؟ عشان لسه عنده باي. مستر ادي BR2 في وجود CCl4، ادي سهاية ماسكة سهاية، كل سهاية فيها اتشاية، كسرنا رابطة باي طلعنا 2 بروم، كسرنا رابطة باي كمان طلعنا 2 بروم كمان. سواء المركب ده او المركب ده، يعني المركب اللي نتج نتيجة 1 مول او 2 مول، متماثل ولا غير متماثل؟ متماثل. مستر الهلجنة بتطلع لي يا مستر نواتج متماثلة، لان يا مستر انت بتضيف نفس الحاجة على الرابطتين. انما يا مستر لو انت ضايف HCl، ادي سهاية ماسكة سهاية، كل سهاية ماسكة في اتش، كسرنا رابطة باي بس لسه رابطة باي، طلعنا سجمتين. احط الاتش فين؟ مش هتفرق دلوقتي خالص. ليه مش هتفرق دلوقتي خالص؟ لان يا مستر ده متماثل يمينه زي شماله، فحطيتها هنا حطيتها هنا ما فرقش، ما خضعناش دلوقتي لقاعدة ماركينيكوف. انما يا مستر لما تيجي تضيف 1 مول HCl كمان، لازم تخلي في بالك قاعدة مين؟ وقاعدة ماركينيكوف. الراجل الطيب ده قال لك الاتش تحب الاتش كتير، الاتش تروح طرفية. طب ما يا مستر الاتنين دلوقتي عندي طرفية، الاتش تحب الاتش كتير، يعني الاتش مع الاتشات. مستر عندي هنا سي، هنا اتش وهنا اتش، فهتيجي معاهم الاتش التالتة. انما هنا يا مستر كان في CL، فهيجي على نفس السهاية مين؟ خلي بالك هنا لما جينا ضفنا الاتنين CL على نفس الكربونة، نفس السي. انما في الهلجنة كنت بتضيف على سيهات، فخلي بالك من الفرق ده. ماشي يا مستر؟ مستر الاسيتيلين ده كنت اقدر اعمل له هيدرة. اقدر اعمل له ايه؟ يعني ايه هيدرة؟ اضافة مية. بس يا مستر كنت بضيف حمض الكبريتيك، وحمض الكبريتيك ده كان لازم يبقى تركيزه 40%. مستر كنت بحط كبريتات مين؟ الزئبق، وكنت بسخن لدرجة حرارة 60. كان بيطلع لي يا مستر الاول مركب غير ثابت. مستر هنا CH2 بس عندي رابطة ثنائية، وهنا يا مستر C ماسك فيها OH. فاكر كان بيستقر ازاي؟ ال H بتنزل لل C والرابطة بتطلع لل O، وكان يا مستر بيغير شكله خالص 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 ويطلع لي مركب مشهور. حد فاكر اسمه؟ اسيتال دايد. برافو عليك مستر. CH3CHO ده الاسيتال دهايد. ويا مستر ده كان اخر تفاعل للاستلين، بس انا سقطت كده اول تفاعل اصلا للاستلين. تخيلوا هو اول تفاعل للاستلين كنت ممكن اعمل فيه ايه؟ مستر كنت ممكن تعمل هدرجة وتضيف يا مستر هيدروجين في وجود نيكل او اي عامل حفاز.
مستر ساعتها كان هيبقى C2H4. مستر ده يقبل الهدرجة تاني عشان عنده رابطة ثنائية. مستر هنا ممكن تهدرج تاني H2 في وجود النيكل أو البلاتين عند درجة حرارة من 150 لكام؟ ل 300. بس ساعتها كان هيطلع لي فرد العيلة أخدناها قبل كده اللي هو مين؟ الإيثان. طب حبايبي بما إن الإيثان ده أخدناه قبل كده من عيلة الألكان، تفاعلاته كلها هتبقى تفاعلات الإيه؟ استبدال. مستر ممكن تعمل له دلوقتي هلجنة. مستر لو حطيت Cl2 في وجود اليو في حبيبي ايه اللي هيطلع؟ مستر نقص اتشايه وزود سي اللايه، فهيبقى مستر C2H5 Cl. يقبل تاني ولا ما يقبلش؟ بس خلي بالك بقى هنا دلوقتي انا لما اجي اعمل Cl2 تاني في وجود اليو في تاني هنقص اتشايه وازود سي اللايه، صح؟ الاتشايه اللي انا هنقصها دي هنقصها من عند نفس السي ولا سيهايه جنبها او سيهايه مختلفه في المركب؟ قال لي التفاعل ده منظم جدا بيخلص سيهايه. يعني يا مستر هتلاقي عندك CH3 زي ما هي محدش جه جنبها، والسي اللي جنبها هي اللي عمالين نخلص فيها بقت H واحده وCl2. علشان كده يا حبايبي انا لو جيت اعمل التفاعل ده مره كمان هيبقى عندي ايه؟ CH3 Cl3 صح. ادي يا مستر CH3 CCl3. وده لو تفتكروا سيهايه اتشات سيهايه كلورات ده كان مركب بيستخدم في عمليه التنظيف الجاف، وده يا مستر كنت ممكن اجيبه على خطوه واحده لو جمعت الثلاث. يا مستر احط 3 كلور مره واحده، وطبعا لازم في وجود مين؟ اليو في. طب مستر استلين ده انا اسف الايثين ده كان عنده كام رابطه باي؟ رابطه باي مش رابطه ايه؟ رابطه باي واحده. هو عنده رابطه ثنائيه بس فيها باي واحده. مستر عشان كده بيقبل التفاعلات الهلجنه كام مره؟ مره واحده بس. فادي يا مستر Br2 CCl4. ادي سيهايه ماسكه سيهايه، كل سيهايه فيها اتشتين، كسرنا رابطه باي طلعنا سيجمتين، حطينا 2 Br عند 1 و2 مش 1 و1. يعني اجي اقول لك الحصه الجايه من الاسيتيلين عايز 1 و1، من الاسيتيلين عايز 1 و2. مستر هما الاتنين خطوتين بس خد بالك لو 1 و1 فمن الاسيتيلين انا هضيف 2 مول HCl، انما لو عايز 1 و2 يعني على كربونات مختلفه لازم اعمل هلجنه مره، المره الثانيه هيبقى اسمها ايه؟ هدرجه. فلازم اعمل هدرجه هلجنه هيديني عند 1 و2. انما يا مستر لو كنت عامل 2 مول HCl فبسبب قاعده ماركينيكوف ال2 Cl هيجوا عند نفس الكربونه، فخلي بالك منها، دي بتجيب 1 1 انما ده 1 و2 بيجي وهيجي. اللهم بلغت. لو انا عايز اعمل بلمره، حد فاكر البلمره في الالكين كانت بالاضافه ولا التكاثف؟ بالاضافه. مستر هنا بلمره بالاضافه، بنكسر رابطه باي ونطلع سيجمتين. مستر بنكسر رابطه باي بايه؟ قال لي بحراره، ضغط، مواد فوق الاكاسيد عشان تبدا تفاعل. مستر ادي سيهايه ماسكه سيهايه، كل سيهايه فيها اتشتين، كسرنا رابطه باي طلعنا سيجمتين، وده اصبح هو المونيمر اللي هيتكرر عندي عدد ان من المرات. مستر هو ده يحصل لاي الكين ولا لا؟ يحصل. مستر يعني انا دلوقتي
لو جبت ده الكين ولا مش الكين؟ الكين. لو جيت عملت له دلوقتي بلمره، احنا متفقين مع بعض ينفع يبقى في زاويه او المركب على استقامه وانا بعمل بلمره؟ لا، لازم المركب يبقى بالايه؟ بالطول. مستر يعني ايه؟ يعني ادي سهايه ماسكه سهايه، اي رابطه فوق وتحت، اي رابطه فوق وتحت، هنا اتش اتش، هنا اتش، هنا سي ال. اللي في النص دي المفروض دلوقتي رابطه ايه؟ هتتكسر مستر، فهتطلع واحده يمين واحده شمال اهم. اصبح هو ده المونيمر اللي هيتكرر عدد ان من المرات. ولو تفتكر ده كان بي في سي، بولي فاينايل كلورايد. مستر ده اللي بيستخدم في عزل الاسطح، مستر ده اللي بيستخدم في الجزم، ده اللي بيستخدم في مواسير الصرف الصحي، ده مهم جدا 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 ده. ماشي. في الكين تاني عندنا على السبوره، في واحد مستخبي هناك طالع من التكسير الحراري الحفزي، ده بولي ايه ده؟ بولي بروبين. مستر هو انا ممكن اعمل له بلمره اي الكين او مش الكين يتبلمر عادي مستر ويبقى بولي بروبين، بس انا عندي هنا مشكله. ده عنده كام سي؟ بس عنده كام رابطه باي؟ واحده. اكيد الرابطه باي دي موجوده ما بين كام سي؟ 2. سواء هنا سواء هنا. مستر هي موجوده في النص، فانا خلاص يا مستر انا هعتبر ان هي موجوده ما بين الاتنين سي دول واتكسرت وطلعناها بره اهو. طب السهايه الثالثه حطها فين؟ فوق او تحت؟ مستر مش هيفرق ان شاء الله، السهايه الثالثه اهو سي اتش 3، الباقي ده كله عندي ايه؟ اتشات. ودي يا مستر هتتكرر عدد ان من المرات، وده بولي بروبين اللي بعمل منه السجاد او المفارش او الشكاير. مستر دي البلمره للالكينات. لو تفتكر الايثين ده كان بيقبل الاكسده برضو، والاكسده دي تعتبر تفاعل كشف لو احنا بنعمل اكسده مين؟ باير، لانها بتتم ببرمنجانات البوتاسيوم اللي لونها ايه؟ بنفسجي. كان ايه برضو كشف على الرابطه باي؟ البروم الاحمر. البروم الاحمر عشان ده بيزول لونه مستر، يكشف عن الالكين لو هو اتفاعل منه كام مول؟ 1. يكشف على الالكاين لو اتفاعل منه كام مول؟ 2. مستر اكسده باير دي كانت بتطلع لي الايثيلين جلايكول، لسه كاتبينه من شويه واحنا بنشرح الاستيراد، كان ايه؟ سي اتش 2 ماسكه سي اتش 2، كل سي اتش 2 ماسكه او اتش. الايثيلين ايه ده؟ جلايكول. مستر كنت ممكن اضيف برضو اتش سي ال، ولو كنت ضفت اتش سي ال كان هيطلع لي مين على طول؟ سي 2 اتش 5. فعلا يا مستر زودت اتش وزودت سي ال بس فبدل ما تبقى 4 بقت 5 وزودت عليها السي ال اهو. فعلا صح يا مستر، اديني حطيت اتش سي ال. مستر من اخر تفاعلاته كان عندي حاجه اسمها هيدره. هيدره دي يعني اضافه ايه؟ ميه. والتفاعل ده كان غير مباشر. يعني ايه غير مباشر؟ بيتم على كام خطوه؟ 2. مستر اول خطوه عندنا ممكن احط حمض الكبريتيك عند درجه حراره كام في الاول؟ 80. برافو عليكم. كان بيكون ايه؟ ايوه صح، كبريتات الايثايل الهيدروجينيه C2H5OSO3H. مستر ولو كملت عند درجه حراره لا 110. لو كملت يا مستر عند درجة حرارة 110 هتطلع عندي الإيثانول C2H5OH. فاكرين ده كحول ايه؟ ايوه لا اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ اولي. مع ان تفاعل الهيدره ده كان المفروض يطلع لي كحول ثانوي او ثالثي، بس الايثين ده كان حاله شاذه. اي حد غير الايثين هيطلع ثانوي او ثالثي. حتى تعالى جرب كده مستر، في واحد رامينه هناك كده، ده مش بروبين؟ جرب يا مستر اعمل له هيدره اهو، حط له حمض كبريتيك عند درجه حراره كام؟ 110. مستر حسب قاعده مين؟ ماركينيكوف.
الاتش تحب الاتش كتير، الاتش تروح طرفيه، فالاو اتش هتيجي فين؟ في النص مستر. فهيبقى عندي سي اتش 3 سي اتش بس هنا متشعلق او اتش في الاخر سي اتش 3، وده يا مستر يعتبر كحول ايزوبروبيلي او 2 بروبانول. مستر ماشي. طب قبل ما اسيب الالكين ده تعال احرقه. اي احتراق تفاعل مع مين؟ مستر علشان يتحرق على قد سيهاته بيطلع ثاني اكسيد كربون وميه. مستر هيطلع 2 CO2 زائد 2 H2O. مستر ماشي. بالنسبه للكحول ده مش كان يقدر يرجع تاني؟ هو اصلا اللي كان بيحضر الالكين. مستر ده لو اخدته وضفت عليه حمض الكبريتيك، في الاول خالص كنا بنبقى عند درجه حراره كام؟ 80. ويا مستر نطلع الالكين لو احنا علينا ووصلنا عند درجه حراره كام؟ 180. مستر طب الايثانول ده كان يتحضر تاني منين؟ في طريقه عامه تحضر لي اي كحول خالص، دي كانت في المعمل اسمها الطريقه العامه من هاليد الالكايل. مين هاليد الالكايل اللي في الناحيه دي؟ اهو يا مستر كلوريد الايثايل. اهو كلوريد الايثايل ده يا مستر كان يقدر يطلع لي كحول لو انا عملت له تحلل مائي في وسط ايه؟ قاعدي. فمستر هيشيل السي ال دي ويحط مكانها الاو اتش دي ويبقى كحول ايثيلي. من اقدم طريقه تقدر تطلع لي الايثانول التخمر. مستر من 3000 سنه كان يا مستر بيجيبوا القصب وبياخدوا السكر اللي فيه اللي كان اسمه الايه؟ المولاس، معروف باسم سكر السكروز. مستر سي 12 اتش 22 او 11. اول حاجه بنعملها فيه كانت ايه؟ تحلل مائي. مستر بنعمل تحلل مائي في وسط حامضي ولا في وسط قاعدي؟ مستر هي مش هتفرق هنا مستر، بس لو قال لك قول له حامضي، ادينا تحلل مائي يعني بكسر باستخدام مين؟ الميه. فعشان كده يا مستر مزود اتشتين واو، هيطلع ايزوميرين، واحد كيتون وواحد الدهايد. يهمني الالدهايد اللي هو مين؟ الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6. مستر ده كان يقدر يطلع لي الايثانول لو انا عملت له ايه؟ تخمر. والتخمر ده كان بيطلع حاجه اسمها انزيم مين؟ الزيميز. مستر ماشي، ادينا جبنا الكحول بالثلاث طرق بتوعه. الكحول ده كان يقدر يتفاعل ازاي؟ مستر كان في كده تفاعل بيثبت حامضيه الكحول الضعيفه، انه يا مستر تقدر تاخد الكحول وتجرب تضيف عليه مثلا NaOH. القاعده دي هيتفاعل معاها ولا لا؟ لا. وده يا مستر اثبت ان حامضيه الكحولات ضعيفه مش بتتفاعل الا مع الفلزات النشطه. زي مين او مين؟ صوديوم او بوتاسيوم. فمستر لو انت جيت تضيف الصوديوم هنا هتلاقي طلع عندك حاجه على وزن الكوكسيد. مستر هيطلع ايثوكسيد الصوديوم C2H5ONa، وده يا مستر قاعدي ملح عضوي. مستر من الملحوظات اللي عليه ان انا ممكن اكمل معاه وابخره، ولو عملت تبخير هيطلع لي ايه؟ راسب ابيض. برافو عليك. طب حبايبي كنت ممكن ارجعه تاني كحول لو عملت حاجه اسمها ايه؟ تميؤ.
لو كنت ضفت عليه ميه يا مستر كان يقدر يرجع تاني ايه؟ كحول. مستر والكحول ده كان يقدر ينحل على حسب القدره بتاعت الكيمياء. على حسب مين؟ درجه الحراره. مستر لو كان انحل عند 180 كان طلع لي ايثين، لو انحل عند 80 كان هيطلع لي كبريتات ايثايل هيدروجينيه. بس لو كان انحل يا مستر عند 140 باستخدام برضو حمض الكبريتيك، فاكرين كنا بنحتاج كام مول المرة دي؟ 2 علشان نطلع حد عيلة اسمها عيلة ايثير، وكان بيبقى مستر ايثير ثنائي الايثايل من الايثانول. التفاعل الوحيد اللي فاضل للكحولات هو ايه؟ الاكسده. مستر ده كحول اولي ولا ثانوي ولا ثالثي؟ بما انه اولي يقدر يحصل له ايه؟ اكسده على كم مرحله؟ مرتين. مستر اول مره خالص هيطلع لي الدهايد، والالدهايد ده اقدر اكمل معاه واتاكسد لمين؟ لحمض. واقدر ان انا ارجع يا مستر لو عملت ايه؟ اختزال. الحمض هيبقى الدهايد والالدهايد هيرجع تاني لايه؟ للكحول. مستر ده كده بيبقى اختزال، انما اللي فوق دي ايه؟ اكسده. باي بقى عامل مؤكسد يا مستر؟ برمنجانات البوتاسيوم او ثاني كرومات البوتاسيوم. طب حبايبي ده عشان كحول اولي. هو لو كحول ثانوي شبه الكحول اللي تحت ده وانا جربت اكسده، بيتاكسد على كم مرحله؟ مرحله واحده بس. مستر لو جيت تعمل له اكسده هيديني فرد من افراد الكيتون، هيديني يا مستر CH3 سي متشعلق فيها اكسجين بالمنظر ده، وده اسمه بروبانون او اسيتون. بروبانون او ايه؟ اسيتون. مستر بعد ما خلصنا عيله الكحولات دي اخدنا في الاليفات عيله الاحماض، وعرفنا ان هي بتتفاعل مع اي حاجه فيها صوديوم عادي، بس كان فيها مستر طريق كده يوصل الكحول بالحمض على طول. مستر الكحول ده كان ممكن يدي حمض على طول لو انا جايب المحلول بتاعه وبأكسده في وجود حاجه اسمها بكتيريا الايه؟ الخل. لو بكتيريا الخل دي موجوده بيطلع يا مستر الايثانول، وكان انا اسف حمض الايثانويك، وكان يا مستر يرجع تاني ايثانول لو انا اختزلته بكرومات مين؟ النحاس عند درجه حراره 200. كرومات النحاس عند درجه حراره كام؟ 200. مستر اي كحول ممكن يتفاعل مع ايه؟ مستر ممكن يتفاعل مع اي حمض علشان يطلع في الاخر استر وايه؟ وميه. مستر يعني انت لو جيت للكحول وضفت CH3COOH، او جيت عند الكحول وهو اللي ضفت له C2H5OH، حبايبي اهم حاجه اكون حاطط ماده لنزع مين؟ الميه، اللي هي زي حمض الكبريتيك الايه؟ المركز. مستر ساعتها كان هيطلع عندي استر CH3COOC2H5، استر اسيتات الايثايل او ايثانوات الايثايل او اسيتات الايثايل. الاستر ده لسه عارفين من شويه ان كل تفاعلاته تحلل بيتفك يا مستر. كان ممكن يبقى عنده تحلل هفضحك كان ممكن يا مستر يحصل له تحلل مائي او تحلل نشادري. مستر التحلل المائي ده يا مستر لو في وسط حامضي كانك بتحط اتش و اتش بس، لو في وسط قاعدي كانك بتحط قاعده فهيطلع الملح القاعدي ده. انما لو هو تحلل نشادري كان بيطلع لي فرد من عيله مين؟
الامايد كان اسمه يا مستر اسيتامايد CH3CONH2. وبالاسيتامايد ده نقدر نقول ان دي كل حاجه طلعت لنا في الاليفاتيه. مستر بس كان عندي مركبات تانية اسمها مركبات مالها اروماتيه، كان ابسطها مين؟ البنزين. اهو الكلب اللي عنده حته فاضيه ده هو اللي يقدر يطلع بنزين. حد فاكر ازاي؟ بالمره ايه؟ ثلاثيه. وكنا بنحط يا مستر انبوبه نيكل مسخنه لدرجه الاحمرار. هتؤرخي على اليوتيوب يا جماعه، محدش يستفزني. لا عشان جبت درجه النهارده. بالمره الثلاثيه دي بتطلع لي مين؟ البنزين. ادي يا مستر الحلقه بتاعه البنزين. بس البنزين ده لو تفتكروا كان بيتحضر من كام طريقه؟ 5. 4 في الصناعه وواحده معمليه. مستر فعلا البنزين ده كان ممكن يجي من الهكسان اللي جنبه ده. ازاي؟ مستر لو عملت له اعاده تشكيل محفزه، لو تفتكر كنا بنسخن جامد جامد ونحفز بالبلاتين. مستر كان في حاجه عندنا كده كمان اسمها الفحم الحجري. الفحم الحجري ده كنت بعمل له نوع من انواع التقطير. حد فاكر اسمه؟ اتلافي. يعني ايه تقطير اتلافي؟ تسخين ازاي؟ بمعزل عن الهواء. كان بيطلع يا مستر حاجات كتير يهمني منها قطران الفحم. قطرات؟ انت بتقري غلط. قطران الفحم ده ممكن يحصل له تقطير تجزيئي. والتقطير التجزيئي ده يا مستر يا اما يكمل ويطلع حاجه معينه كده، يا اما ممكن يطلع البنزين. بس البنزين ده كان عند درجه حراره من 80 ل 82. مستر الحاجه الثانيه ديت كانت مين؟ الفينول. مستر والفينول ده احنا خدناه المره اللي فاتت لو تفتكر. مستر الفينول ده اول مره اتعرفت عليه كان ممكن يطلع البنزين لو انا عملت له ايه؟ اختزال بمسحوق الخرسين. مستر الفينول ده كانت الحامضيه بتاعته عاليه، علشان كده يا مستر كان بيرفض انه يتفاعل مع HCl. التفاعل ده يا مستر كان بيدي نيجاتيف. انما يا مستر الفينول كان يقدر يتفاعل مع الصوديوم او مع هيدروكسيد الصوديوم، وفي الحالتين يا مستر بيطلع نفس الناتج. ادي حلقة البنزين شلنا الاتش وحطينا مكانها Na، ده اسمه فينات او فينوكسيد الصوديوم. مستر كان يقبل النيترة، والاو اتش دي بتوجهني اورثو ولا ميتا ولا بارا؟ اورثو بارا. الوحيده اللي فيها او توجهني اورثو بارا. اي حاجه فيها او تانية بتوجهني ازاي؟ ميتا بس. مستر لو عملت له نيترة لازم ابقى حاطط حمض الكبريتيك عشان اسهل نزع الميه، وده يا مستر كان بيطلع لي ثلاثي نيتروفينول. هنا يا مستر NO2، هنا NO2، وهنا برضو NO2. والمركبات عديدة النيترو دي كلنا عارفين ان هي بتستخدم في الايه؟ في القنابل. بس ده يا مستر ليه استخدام تاني، كنت ممكن استخدمه في علاج الحروق. عشان كده يا مستر حمض البكريك ده كان يعتبر سلاح ذو حدين. مستر الفينول ده كمان
كنت اقدر اكشف عنه بسهوله. لو انا يا مستر جبت محلول الفينول كده وضفت ليه كلوريد حديد 3 كان بيبقى لونه بنفسجي. انما يا مستر لو كنت حاطط ماء البروم ابيض، ده لونه ولا راسب؟ راسب، لونه ابيض. اخر حاجه يا مستر الفينول كان بيعرف يعملها هي بلمره بالايه؟ بالتكاثف. مستر البلمره بالتكاثف ده لما اضيف له الفورمالدهايد HCHO وكان 2 مول من الفينول بيتفاعلوا مع الفورمالدهايد ده ويعمل لي حاجه اسمها الايه؟ الباكلايت. والباكلايت ده يا مستر عباره عن 2 فينول ماسكين بسهايه في النص كده، دي كانت CH2 وده يا مستر الباكلايت. وكان يقدر يكمل عادي جدا يمين وشمال، كان بوليمر بلاستيكي شبكي بيتحمل درجات الحراره العاليه. دي الحاجات اللي احنا عرفناها في الفينول. طب صاحبي تعالى نرجع للبنزين. بص، 1 2 3 4 طرق بتوع الصناعه. انا بس ما فوتش غير طريقه واحده اللي كانت فين؟ في المعمل. لو تفتكر في المعمل لو انت جبت حمض البنزويك فعلته مع اي حاجه فيها صوديوم هيديني يا مستر COONA. ده بنزوات مين؟ الصوديوم. اهو بنزوات الصوديوم ده يا مستر هو اللي كان بيطلع البنزين بنفس الطريقه بتاعت تحضير مين؟ الميثان. مستر كان اسمها تقطير جاف. مستر البنزين ده كان بيتفاعل بالاضافه ولا بالاستبدال؟ بالاتنين، بس مش بيتفاعل قوي يا مستر بالاضافه. يعني يا مستر كان عندنا تفاعلين بس بالاضافه. اول واحد فيهم كنت ممكن اشبعه، وان انا اشبعه اعمل فيه ايه؟ هدرجه. مستر كان بيشيل كل روابط باي ساعتها ويبقى حلقه سداسيه بس. ده مين ده؟ هكسان حلقي. مستر كنت ممكن اعمل له كالورا ويا مستر في بالاضافه وفي بالاستبدال، بس انا لو حطيت اليو في وسكت دي كده تعتبر بالايه؟ بالاضافه. وكان يا مستر بيطلع لي C6H6Cl6 اللي اسمه جامكسان، مبيد حشري. مستر دي تفاعلاته بالاضافه. كان يقدر يتفاعل بالاستبدال ازاي؟ مستر كان يقدر يجيب نفس الكلور ده بدل ما هو بالاضافه يبقى بالاستبدال، بس بشرط واحد، ان انا اكون حاطط معاهم عامل حفاز. فساعتها يا مستر كان بيعمل لي حلقه البنزين اهو زي ما انا عايز، ويشيل اتشاي ويحط مكانها Cl. حبايبي لو تفتكروا كان ده برضو طريقه من تحضير الفينول لما اعمل له تحلل مائي في وسط قاعدي. يعني مثلا احط NaOH، بس لو تفتكروا كان عند ايه؟ 300 ضغط و300 حراره. مستر ممكن اعمل له الكلى. يعني ايه الكلى؟ احط له مجموعه الكايل CH3Cl وادي يا مستر تفاعل فريدل كرافت LCl3. مستر ادي حلقه البنزين ماسك فيها CH3. ده كان اسمه ايه ده؟ تولوين. حد فاكر التولوين ده كان مين اللي يقدر يجيبه اليفاتي؟ الهبتان. الهبتان ده يا مستر يقدر يجيب التولوين لو انا عملت له اعاده تشكيل ايه؟ محفزه. لان يا مستر كانت الست سيهات بتتحول لحلقه والباقي بيبقى تفرع، فدي يا مستر اعاده تشكيل محفز.
التولوين ده لو انا اكسدته كان بيطلع لي حمض البنزويك لو تفتكر الحصه اللي فاتت، والاكسده يا مستر دي كانت بخامس اوكسيدل عند درجه حراره 400. التولوين ده بيوجه اورثو ولا ميتا ولا بارا؟ اورثو وبارا. فانا دلوقتي لو اخدته عملت له نيتره، فاكرين هيطلع ايه؟ حاجه مشهوره جدا، ثلاثي نيتروتولوين هيوديهم اورثو وبارا الثلاثه. ده كان مركب بنسميه تي ان تي، بيستخدم في الايه؟ في القنابل والمتفجرات. مستر لو كنت جبت التولوين ده وعملت له سلفنه، يعني ايه سلفنه؟ بحط حمض الكبريتيك اللي هو السلفوريك المركز، ده بينزع ميه، هيديني واحد اورثو وواحد بارا. انا بصراحه كده يا مستر عايز بارا، فادي حلقه البنزين، وادي السي اتش 3 وادي اس او 3 اتش الكايل حمض البنزين سلفونيك. مستر الكايل حمض البنزين سلفونيك ده لو انا اخدته وعملت له تعادل، يعني ايه تعادل؟ فعلته مثلا مع صوديوم، مستر هيشيل الاتش دي ويحط الصوديوم مكانها، فهيطلع يا مستر نفس حلقة البنزين، نفس الميثايل، بس هنا SO3 ده سالب وده NA بالموجب. ده كان منظف صناعي، باختلاف طبعا مجموعة الالكايل دي، ده منظف ايه؟ صناعي. مستر ماشي، في تفاعلين كده كاستنتاج انت اللي حضرتك تقدر تعملهم. تخيل كده لو انت كنت عملت له الكلة تاني، يعني حطيت له برضو CH3Cl في وجود AlCl3 اللي هو تفاعل فريدل كرافت. مستر هيطلع واحدة اورثو وواحدة بارا، انا برضو محتاج اعرف البارا. ادي هنا CH3 وادي هنا CH3. حبايبي احنا لسه من شوية عاملين اكسدة، الاكسدة كنا بنشيل ميثايل ونحط مكانها كربوكسيل. فيا مستر لما اجي احط خامس اكسيد الفاناديوم في وجود 400 درجة حرارة، ده يا مستر هيشيل الميثايل ويحط كربوكسيل، فادي حلقة البنزين اهي، هنا COOH وهنا برضو COOH. ده حمض مين ده؟ الترفساليك، اللي يا مستر لو فعلته مع الايثيلين جلايكول هما الاتنين هيعملوا لي حاجه اسمها بالمرة بالتكاثف، وساعتها هيطلعوا لي يا مستر مركب احنا سميناه الياف الدكرون، اللي كان بيعمل صمام القلب الصناعي او بديل للشرايين التالفه. مستر ماشي، طب لو كنت جبت كلوروبنزين ده وعملت له الكلة، الكلور بيوجهني اورثو ولا بيوجهني ميتا؟ اورثو بارا. مستر فلو جيت هنا عملت الكلة هيديني مركب اورثو ومركب بارا. انا المرة دي عايز الاورثو. اورثو يعني ايه؟ اورثو جنب بعض، ادي CH3 وادي Cl. مستر هاخده اول مرة اعمل له اكسده، لسه عاملين الاكسده دي كذا مره، اتفقنا ان هي بتشيل مين وتحط مين؟ بتشيل ميثايل وتحط كربوكسيل COOH. مستر فهيبقى عندي ادي الحلقه اهو COOH، وهنا يا مستر الCl زي ما هي ما جتش جنبها. حبايبي تتشال ويتحط مكانها OH لو عملت تحلل مائي في وسط قاعدي، يعني NaOH عند 300 ضغط 300 حرارة. مستر ساعتها
هنشيل السي ال ونخليها او اتش. حبايب قلبي مين اللي طلع عندنا ده؟ حمض السلسليك. حمض السلسليك حمض اروماتي هيدروكسيلي، يقدر يتفاعل بالكربوكسيل او يقدر يتفاعل بمين؟ بالهيدروكسيل. حبايبي على حسب مين اللي جاي يتفاعل معاه. لو انا يا مستر فعلته مع الميثانول، الميثانول ده فيه مجموعة مين؟ OH، هيتفاعل بأنهي مجموعة فيهم؟ الكربوكسيل. فساعتها يا مستر هيطلع حلقة البنزين ال OH زي ما هي، وهنا يا مستر COOCH3 ده كان اسمه زيت مين؟ الماروخ أو سلسلات الميثايل. مستر إنما لو جاي يتفاعل مع حمض CH3COH مثلا، الحمض ده فيه كربوكسيل، فهو دلوقتي هيتفاعل بمجموعة مين؟ الهيدروكسيل. مستر ادي COOH دي انا ما جيتش جنبها. هنا يا مستر اتفاعل بالOH فاحنا شلنا الاتشايه دي، وجا هنا COCH3. لو تفتكر المجموعه دي كان اسمها اسيتايل، كنا ساعات بنسميه اسيتايل حمض السلسليك، بس هو مشهور اكتر باسم مين؟ الاسبرين. وبالاسبرين ده يعتبر حضرتك خلصت كل تفاعلات العضويه اللي عماله شهرين تفحت فيه.